السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه، طبعا موضوع المنظفات بتاخد ميزانية في البيت، والأيام دي طبعا زي ما انتم شايفين مع غلاء الأسعار المنظفات سعرها عالي، وبتتكلف يعني بتضغط على الميزانية. احنا النهاردة هنعمل لكم مسحوق الجل البرسيل للغسالات الاوتوماتيك، وفي نفس الوقت هنعمله لا هنستعمل لا هنبشر صابون بلدي، ولا هنستعمل زيت مستعمل، ولا هنستعمل صودا. طريقة سهلة ومكوناتها بسيطة جدا، ومش هتاخد منك وقت، وهتطلعي لترين او 3 على حسب ما انت هتعملي عندك للغسالة الاوتوماتيك او للغسالة العادية، بطريقة سهلة وفي نفس الوقت منظف قوي فعال، بينظف كويس، بيقضي بيشيل البقع كويس، وفي نفس الوقت انت يعني مش خطواته كتير، بالعكس سهل وبسيط، ممكن اي حد يعمله، ونوفر شوية في موضوع المنظفات، وطريقة هتعجبكم بإذن الله. اذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا حطيت دلوقتي، هنقول بسرعة، حطيت لتر مية. بعد اللتر مية جبت المسحوق اللي هو الكيس الصغير ده أبو 10 جنيه تقريبا، فضيته على اللتر المية. وبعد كده الأبيض ده دي زهرة بيضة، زهرة بيضة هنحطها لكل الغسيل، هنحطها لكل الغسيل. هنحط حوالي معلقتين أو 3، مش أكتر من كده. تقريبا أنا حطيت هما معلقتين، يعني ما نزودش زيادة عن اللزوم. تمام، يبقى ده لتر ميه كامل. حطيت فيه كيس مسحوق من البودر للغسالات العاديه، المسحوق العادي اللي بنشتريه من بره بتاع الغسالات العاديه، اي مسحوق تحبيه كده وريحته حلوه هتحطيه، اللي هو الكيس ابو 10 جنيه تقريبا. هتفضيه وهتدوبيه كويس، وبعد كده هنحط معلقتين زهره بيضه. زهره بيضه دي بنشتريها برضو من بتاع المنظفات، وساعات بتلاقوها عند العطارين، زهره بيضه مش زرقاء. تمام، هندوب المكونات دي كويس. طيب لو انا هستعمله الغسالات العاديه عادي، لو انا هستعمله الاوتوماتيك ممكن احط معلقه ملح ليمون او كربوناتو، عفوا نحط معلقه كربوناتو عشان تطفي معايا الرغوه شويه، او ملح ليمون. تمام، يبقى انا حطيت دلوقتي اللتر وكيس المسحوق ومعلقتين زهره بيضه ومعلقه كربوناتو او ملح الليمون. تاني حاجة هحط حوالي نص كوباية كلوروكس ألوان. ده كلوروكس ألوان، أنا عاوزة مسحوق يطلع بفعالية قوية، عاوزاه يعني ايه بيفور البقع في الهدوم وينظف الهدوم كويس. فأنا هحط نص كوباية كلوروكس ألوان على الكمية كلها خلاص، وانا كده وانا بغسل مش محتاجة ان انا احط كلوروكس ألوان، بس هيديني نظافة عالية للهدوم كلها، الملابس كلها سواء ملونة او بيضة. هندوب برضو من الحاجات المهمة في الطريقة دي ان احنا نقلب كويس عشان كله يدوب وكله يندمج مع بعضه، ما يبقاش فيه ترسبات. وصلتوا معايا لغايه دلوقتي؟ لو انتوا معايا لغايه دلوقتي متنسوش اللايك، وتشجعونا بلايك وتعليق حلو منكم، ان من الحاجات يعني اللي بتشجع الكلمات والتعليقات الايجابيه، بتشجع اي انسان التعليقات والنقد البناء. بعد كده جبت ده ده حوالي لتر صابون سائل. انا بفضي بالجيركن بتاع الصابون السائل، فانا بالويم حطيت لتر. انتوا ممكن تشتروا كيلو من بره وهتحطوه، او اللتر هتشتروه من بره وتحطوه. تمام، ده كان ده اللي هو الصابون السائل بتاع المواعين، يبقى احنا اللي حطيناه ده لتر صابون سائل المواعين. تمام، اي صابون سائل بس يكون جودته طبعا كويسة. انا كان في عرض على جيركن كده كان تمنه رخيص، فكان في 4 لتر، خدت منه زي ما انتوا شايفين لتر. هدوبه، وحتى عمل لون حلو لو تلاحظوا كده، لون منت جميل، شكله حلو كده، يعني شكله بصراحة حلو، عجبني لونه. ومرضيش احط له لون، مع ان عندي الوان، بس انا مرضيش احط له لون، اما لقيت لونه بالجمال ده مرضيش احط له اي لون. تمام، حسيت ان هو محتاج شوية صابون سائل تاني، ضفت شوية صابون سائل
خلي بالكوا انا بحط بالويم، هو المفروض لتر، فتقريبا متهيألي انا كنت حاطه اقل من لتر فزودت شويه. هدوبه تاني كويس. يبقى التقليب خطوه مهمه في الطريقه دي. تمام. يعني هنحاول نخلط كل الصابون كويس. طريقه سهله ومكونات بسيطه وموجوده، ولو حسبتيها هو ارخص من تشتري البرسيل جل من بره، بيبقى غالي. لا احنا عملناه وضاعفنا، هو من كيلو صابون سائل عملنا 2 لتر ويمكن اكتر كمان البرسيل جل. كل الموضوع اللي احتاجناه كيس مسحوق ابو 10 جنيه العادي، احتاجنا زهرة بيضة، احتاجنا نص كوباية كلوروكس الوان، ومعلقة ملح ليمون ومعلقة كربوناتو. دي الحاجات اللي على فكرة الكربونات وملح الليمون دي بتزود فعالية المسحوق، فحطوها هتبقى كويسة. وفي نفس الوقت لو انا بستخدم الغسالات الاوتوماتيك هتقتل معايا الرغوة، لكن لو انا مش بستخدم الغسالات مش هتفرق معايا. زي ما انتوا شايفين طلع الصابون بفعالية وبينظف. يعني هتحطوا الوزن اللي احنا بنحطه هتلاقوا معاكم الغسيل طالع نضيف، بيزيل البقع، لان احنا حاطين فيه حاجات قوية. الزهرة البيضاء من الحاجات القوية اللي بتنظف الهدوم، الكلوروكس الوان. وعلى فكرة الزهرة البيضاء هي اللي علت معايا البي اتش بتاعت الصابون. احنا اتفقنا ان احنا عاملينه بصابون مواعين، الصابون السائل بتاع المواعين عفوا. فحطينا الزهرة البيضاء هي اللي بترفع معايا البي اتش عشان تنظف الهدوم، لان البي اتش بتاع الصابون بتاع المواعين اقل، لان احنا بنستخدمه على ايدينا وحاجات الاكل، فبالتالي البي اتش بتاعته قليله. فانا بعليها بالزهرة البيضاء. الزهرة البيضاء علت لي البي اتش، والكلوروكس الوان كمان علت لي البي اتش. دي من الحاجات اللي بتعلي البي اتش، فبتخلي المسحوق فعاليته قوية، لان البي اتش عالي، فبالتالي بتقضي لو في بقع او اي حاجات في الهدوم، فهي بتنضف زيادة لان البي اتش عالي. تمام. بس برضو ما نزودش الزيادة الجامدة عشان ما يبقاش البي اتش عالي زيادة عن اللزوم. لو انتوا معايا لغاية دلوقتي ما تنسوش اللايك، ما تنسوش تجربوا طريقة المسحوق السهلة دي، ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله تدعونا دعوة حلوة بظهر الغيب. ربنا يتقبل منا ومنكم ان شاء الله بإذن الله. واتمنى كلنا نتعلم كده شوية حاجات ممكن نوفر بيها في ميزانية البيت. فانت ما توفري شوية في مسحوق الغسيل، توفري في الصابون، فهتفرق معاكي في ميزانية البيت، وهيبقاش يعني هتوفري بند من بنود اللي ممكن. ونتعلم شوية حاجات كده هنعملها في البيت هتوفر علينا، وهتكون تركات كده في التوفير في ميزانية البيت في ظل الحاجات الغالية. وفي نفس الوقت كمان هو المفروض